اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زبيست فود. برضه هنوفر وبرضه هنعمل لهم حاجات حلوه، وبلاش اكل الشوارع يا جماعه، كله امراض كله امراض. وكده نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. جبت عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، تمام، وهتحطي قدها نص كيلو من البصل. بجيب الكبه عندي واقوم ضاربه فيها نص كيلو من البصل، قلنا الفلفل الرومي عادي وقرن فلفل حامي وطماطميه وفص ثوم، وكل ده مع بعض، وتقومي ماسكاه كويس جدا، وتقومي منزلاه بقى على اللحمه مع البهارات اللي تحبيها. وبعد كده بقى اهم تكه انك تحطي حاجه من التلاته، يا اما تحطي معلقه طحينه على العجين ده، يا اما على اللحمه والبصل والكلام ده، يا اما تحطي اللهم صل على النبي تجيبي رغيف عيش، تمام، وتبليه وتسيبيه لحد تبليه وبعد كده تعصريه وتحطيه، يا اما الحل التالت معلقتين من الدقيق. عايزه اقولك بيفرقوا جدا فيه. وعايزه اقولك يا ست الكل، بس العجينه اتعملت وبهرناها تمام، معلقه بقى زيت او سمنه او ليا اللي هي اللي بتدي احلى طعم. خلاص، وتبداي تحطيها في الطاسه بتاعتك. لو انت هتعمليها على البوتاجاز حطي طاستين قدام بعض كده، ما بياخدش دقايق يا جماعه، تمام. الحراره متوسطه، تمام كده. بصراحه انا مبغطوهوش، بس انت لو عايزه تغطيه مفيش مشكله، انا مبغطوهوش. يا دوبك معلقه سمنه من تحت كده او ليا، ويبدا ان هو لونه يغير، اقلبه على الناحيه التانية، تمام كده، على نار متوسطه. افضلي وراه، يا اما بقى تغطيه وتهدي النار اللي يعجبك بقى فيهم. عايز اقولك بيطلع معاكي مقرمش زي الفل. وتقدري تحطي برضو جزرايه فيه، بصي، عايزه اقولك تحفه تحفه. بسم الله القرمشه. زيني بقى باي طريقه، ما بياخدش وقت خالص، حلو جدا. وولعت له فحمايه، عايزه اقول لكم ولعت له فحمايه عشان ندي بقى طعم الشوي، وتحفه جدا. وما تنسيش الرغيفه تدهنيها بمسحه من الزيت من فوق ومن تحت قبل ما تحطيها في طبقه اللي هي او السمنه، او انك تحطي معلقه سمنه وتبداي بقى تشوحيهم على طول كده، مفيش مشكله، وبيطلع معاكي بالجمال ده. زيني بقى عندك اي حاجه بقدونس، انا حطيت طماطم شيري كده، وبجد بجد اكله جميله جدا ومقرمشه جدا. بطاطس محمره، سلطه طحينه، واحلى حاجه في الدنيا. باي باي.